انت عارف قصتنا النهاردة بتحكي عن راجل عماد عمره 38 سنة. عماد عايش في محافظة كفر الشيخ. طبعا اتعرف على بنت اسمها داليا واتجوزه. الجواز بقاله 10 سنوات، معاه 3 أطفال، يعني أسرة مصرية كانوا عايشين حياة سعيدة مع بعض قبل ما تتقلب الموازين. خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد وحشوني، انتوا وحشوني. الناس اللي بتحب هناء الأسطورة تنزل تصلي على حبيبنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن أنت لو صليت على حبيبك يا بطل فيتبارك بيك ويصلي عليك. أنت تصلي عليه هو يصلي عليك 100 مرة، وسيدنا محمد ابن عبد الله ينزل يتبارك بيك، وكلنا نتبارك بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. صلي بقى يا واد على حبيبك اللي هينزل يتشفق لك يوم القيامة. أحسن من هناء واللي جابه هناء عليه أفضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، ونتبارك كده وربنا يفتح لنا كل باب. طيب أنت لو بتحبني من قلبك هتصلي على سيدنا النبي، هتحط لي بس لايك. أنا مش طمعانة في حاجة، أنا طمعانة في قلبك يحس بيا. تحط لي بس لايك للست البسيطة اللي على الله، اللي عايشة وحمد ربنا. طول ما انت بتحمد ربنا فربنا هيرزقك وهيفتح لك كل باب مفتوح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. طول ما انت ما بتبصش للقمة غيرك ربنا هيفتح لك برضه الباب المفتوح. صلي بقى على حبيبك ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنت عارف قصتنا النهارده بتحكي عن شاب مصري